المبنى اللي قدامكم ده مصنف كواحد من أكتر الأماكن المرعبة حوالين العالم، لدرجة إن الحكومة الهولندية فرضت حظر تجوال في المنطقة المحيطة بيه، ولحد يومنا هذا ممنوع من أي شخص الاقتراب منه، وده بسبب الحوادث المتكررة اللي كانت بتحصل جواه، واللي كانت أشبه بأفلام الرعب. وتبدأ الحكاية سنة 1969، وفي المبنى اللي كان عبارة عن مستشفى في جميع التخصصات. وصل في وقت متأخر من الليل لقسم الطوارئ أب وأم ومعاهم بنتهم كريستين، اللي كانت بتعاني من أعراض غريبة ظهرت عليها فجأة. وهناك قابلوا الدكتور اللي هيعالجها، وقعدوا يحكي له على الأعراض اللي بتيجي لبنتهم، وقالوا له إنها فجأة وبدون أي مقدمات فضلت تتشنج وتعمل بإيديها حاجات غريبة، وكانت بتتكلم بصوت متغير عن صوتها كأن زورها مجروح، وكانت عمالة تتكلم كلام مش مفهوم كأنها بتخرف، ورفضت إن أي حد يقرب منها أو يحاول يسعفها. ولما أهلها كانوا بيحكوا للدكتور عن حالة بنتهم وهي كانت قاعدة قدامهم على السرير ثابتة مش بتنطق، بيتفاجئ كل اللي كان موجود في الأوضة بعينيها بقت بيضة تماما وما فيهاش أي سواد، وبصة قدامها بثبات من غير ما تتحرك ولا حتى ترمش. ولما شاف الدكتور المنظر قدامه قطع أبوها في الكلام، وطلب منه يستنى شوية لحد ما يكشف عليها الأول. وبالفعل بيقرب الدكتور من البنت، وقبل ما يبدأ بالكشف عليها بيتفاجئ إنها قربت من ودانه واتكلمت بنفس الصوت الغريب، وقالت جملة محدش فاهمها، لكن مجرد ما قالتها في ودن الدكتور فضل باصص قدامه مبلم كأنه اتحول لتمثال. وكل ده واهل البنت واقفين بيراقبوا الموقف. ولما حاولوا اهلها يطمنوا على الدكتور ما كانش بيرد عليهم خالص كأنه مش سامع حد، وده كان سبب في قلقهم وخلاهم يخرجوا من الأوضة بتاعة الكشف ويستغيثوا بأي حد يلاقوه علشان يجي يشوف ايه اللي بيحصل جوه، وفعلا يجي معاهم دكتور تاني علشان يتفاجئ بالموقف اللي بيحصل قدامه. وكان واقف مذهول من اللي شايفه. الدكتور زميله واقف مبلم مش بيتحرك ولا بيرد، والبنت قاعدة على السرير وعينيها بيضة وملامح وشها مرعبة، والدكتور ما كانش عارف يتصرف ازاي. بس اللي قاله وقتها ان اللي بيحصل ده حاجة مش طبيعية وهم محتاجين حد من الكنيسة يجي يلحقهم. ومجرد ما قال كده وخلص كلامه بيتفاجئ اهل البنت ان الدكتور ماسك رقبته كأن في حد بيخنقه وهو بيقاوم بكل قوته. في الوقت ده الأب والأم قعدوا يصرخوا وخرجوا بره الأوضة علشان يستنجدوا بالدكاترة والممرضين. ولما دخلوا كلهم الأوضة اتصدموا من المنظر البشع اللي شافوه. الدكتور اللي كان دخل في الأول وكان واقف مبلم زي التمثال واقع على الأرض مش بيتحرك، والدكتور التاني اللي دخل بعده وطلب تدخل الكنيسة موطي عليه وعمال ياكل في رقبته كأنه أسد بيلتهم فريسته، وبيشد اللحم والجلد من رقبته وعمال يمضغ فيه بكل تلذذ. وفجأة واحد من الممرضين يجيب مقص ويجري ناحية البنت اللي كانت قاعدة قدامهم على السرير، واللي كان كل اللي موجودين في الأوضة متأكد إنها السبب في كل اللي بيحصل، وقرب منها بالمقص وهي عمالة تبصله وبتضحك ضحكة مرعبة. وكل اللي كانوا واقفين في الأوضة في الوقت ده قاعدين يصرخوا، ورفع المقص لفوق لكنه حط في رقبته هو وقتل نفسه. وكل اللي كانوا واقفين كانوا في حالة صدمة وذهول وكأن اللي بيحصل ده مشهد في فيلم رعب، وعلشان كده هربوا كل اللي موجودين في المستشفى، وحصلت حالة من الهرج والمرج. حتى أهل البنت من وهل اللي شافوه هربوا هم كمان وسابوا بنتهم وهي قاعدة على السرير لوحدها، وتحضر الشرطة بعد ما بلغوهم عن الواقعة. بس اللي حصل كان أغرب من كل اللي فات. أول ما وصلت الشرطة اتفاجئت بعدم وجود أي جثة في المستشفى، حتى البنت كريستين اللي قالوا عليها ملهاش أي وجود، وكأن حد جه شال الجثث من المكان، لكن كان موجود بقع دم في أماكن مختلفة في نفس الأوضة. والغريب كمان إن على نفس السرير اللي كانت قاعدة عليه البنت لقوا شعرها كامل محطوط على السرير وكأن حد حلق لها شعرها. وبدأت الشرطة تعمل تحرياتها وتبحث عن كريستين في كل حتة، لكن بدون أي فايدة. كأن الأرض اتشقت وبلعتها، وما كانش فيه تفسير علمي لكل اللي حصل، خصوصا ان كل التفاصيل اكدتها الشهود اللي حضرت الواقعة. بس بدأ رجال الدين يتكلموا بعد ما الموضوع ده انتشر، وقالوا ان البنت دي جواها روح شيطانية، وان مش بعيد تكون اتاخدت لتحت الارض وسط عالم الجن والشياطين. بس للأسف الحكاية ما خلصتش لحد هنا. من بعد الواقعة دي اتقفلت المستشفى لمدة 3 سنين وهي متوقفة فيهم عن العمل تماما، وسنة 1972 ترجع تشتغل تاني وتستقبل المرضى. ولكن بعد فترة قصيرة بيتفاجئ طاقم التمريض بواحد من المرضى حصلت له حالة تشنج غير مفهومة وبدون مبررات، وعينه قلبت للون الأبيض وكان بيتكلم بصوت غير صوته وبيقول كلام غير مفهوم. ودي تقريبا نفس الحالة اللي كانت فيها البنت كريستين، والمريض ما كانش بيستجيب لأي أدوية ولا أي مهدئات. وفجأة بيلاقوه قاتل نفسه بآلة حادة. وبعد كده تتوالى الحالات بنفس الطريقة، كل يوم والتاني ما بين مرضى ودكاترة وممرضين كانوا كل واحد منهم بيتخلص من نفسه.
وكان اللي بيحصل ده ما كانش ليه أي تفسير. بس بعض الشهود قالوا إنهم بالتأكيد كانوا بيشوفوا البنت بتظهر لهم في المستشفى، وإنها لو ظهرت لحد بتكون سبب إن هو يتخلص من نفسه. وكل الحالات اللي اتخلصت من نفسها كان بسبب البنت اللي شافوها، وهي اللي كانت بتجبرهم إن هم يعملوا كده تحت تأثير السحر. في الوقت ده الدكاترة والممرضين حتى المرضى هربوا من المستشفى، لأنهم خافوا يكون مصيرهم زي اللي قبلهم. لحد ما المستشفى بقت شبه مهجورة، بس برضو الحكاية لسه ما خلصتش، علشان بعد فترة من الزمن خرج فريق من المتخصصين يستكشفوا المستشفى، على أمل يوصلوا الخيط يوصلهم للحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل فيها. بس اللي حصل إن الفريق ده دخل وما خرجش. مش بس كده، دول ملقوش ليهم أي أثر جوه، كانوا 6 أفراد اختفوا من الوجود. والموضوع كده بقى مريب وملهوش أي تفسير، وانتشر في وقتها انتشار كبير، وده اللي أثار فضول بعض الناس إن هم يدخلوا المستشفى، خصوصا إن في منهم اللي كان عاوز يثبت إن الكلام ده مجرد خزعبلات وملهوش تفسير. لكن اللي حصل إن كل اللي دخل المستشفى ما خرجش منها تاني، وكأن المستشفى دي بوابة اللي بيدخلها بيروح عالم غير عالمنا، لحد ما ينتهي الأمر إن الحكومة تفرض حظر تجوال في محيط المنطقة، وحذرت إن أي حد ما يقربش من المستشفى منعا لتعرضه للخطر.